في أمهات وآباء بيتعبوا طول عمرهم عشان أولادهم يلبسوا كويس ويتعلموا كويس وكمان يصرفوا، بس في الآخر بيحسوا إن مفيش بركة، والأولاد بيتغيروا والأخلاق بتضيع والمجهود كأنه راح في الهوا، أو مفيش وقت ومفيش بركة. النهاردة هقول لكم على سر البركة اللي في الأولاد، السر اللي ربنا ذكره في القرآن نفسه. البركة مش معناها العدد ولا الغنى، البركة معناها إن القليل يكفي، وإن الولد يكون سبب خير وسعادة ليكي في الدنيا والآخرة. وربنا لما بيحب عبد بيبارك له في ولاده، بيحسنهم وبيصلحهم. وربنا عز وجل في آياته قال: وأصلح لي في ذريتي، في سورة الأحقاف. شوف الدعوة الجميلة دي، أصلح لي في ذريتي، مش بس خليهم ناجحين، لأ، أصلحهم يا رب من أول لحظة، من قبل ما يكون الولد في الدنيا. النية بتفرق. شوفي دعاء امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. نية طاهرة من البداية، فربنا رزقها بالسيدة مريم عليه السلام اللي كانت سبب بركة عظيمة. تعالوا بقى نتكلم على نقطة مهمة، وهي الظلم بين الولاد. ده طبعا بيكسر البركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. العدل بيزرع فيهم الحب والاحترام، وده سر كبير من أسرار البركة. تعالوا بقى نتكلم على النقطة المهمة جدا في الفيديو بتاعنا النهاردة، واللي هي هتكون سبب في بركة أولادك وفي صلاح أحوالهم، وهي القرآن. لأن البيت اللي فيه قرآن فيه بركة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتهجره الشياطين. فلو عايزة أولادك فيهم بركة، خلي القرآن صوت دايم في البيت. علميهم القرآن، واحرصي على إن ابنك وبنتك يكونوا حافظين القرآن. هتتعبي معاهم، أيوة، وهتتعبي كتير وهتدي مجهود كبير، لكن في الآخر هتلاقي ولد صالح يدعو له، يدعي لأبويه. هيكون عملك الصالح اللي انت عملتيه في الدنيا. ابنك وبنتك لما يحفظوا القرآن هيكون ليهم حافظ من شياطين الإنس والجن. القرآن بيربي، هتلاقي مجهودك مراحش على الفاضي. القرآن هو صلاح أولادك وحفظهم. القرآن هيربيهم وتكون أخلاقهم هي القرآن. البركة هتكون في أولادك وتملى بيتك بحفظهم للقرآن. فعليكم بالقرآن فهو سعادة الدارين. علم أولادك إن القرآن هو أساس، زي ما بنهتم بمادة الرياضيات مادة اللغة العربية والإنجليزي، لازم وأساسي القرآن. القرآن هو اللي هينفعهم، هو سعادتهم، هو حياتهم، هو اللي هيصلح من أخلاقهم. علمي أولادك القرآن، ربيهم بالقرآن، هتلاقي ثمرتك ثمرة صالحة في الدنيا وفي الآخرة. لو استفدتي ولو بحاجة بسيطة من الفيديو، ما تنسيش كده تدوسي لايك وتفعلي زر الجرس كده وتشتركي معانا علشان يوصلك كل جديد. تنسانيش كده في دعوة حلوة في الكومنتات. أشوفكم على خير، فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.